سلسلة ذنوب خطيرة بنعملها من غير ما نحس. الجزء الخامس. تخيل تظلم حد من غير ما يقول ولا كلمة ولا يعمل حاجة، بس لمجرد ان دماغك فسر تصرفه او فعله بطريقة غلط، وده سوء الظن. سوء الظن مش ذنب بسيط، ده ذنب بيبوظ القلوب وبيكسر العلاقات من غير ولا كلمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني الظن السيء ممكن يكون اسم، يعني مجرد فكرة في دماغك هتتحسب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فلو حد ما سلمش عليك يمكن مش واخد باله، لو حد ما ردش يمكن مشغول، لو حد اتصرف غلط يمكن متضايق، يمكن تعبان، يمكن عنده ظرف. حسن الظن مش ضعف، ده قوة قلب ونقاء نية. حسن الظن انك تختار تشوف الخير في الناس حتى لو لقيت تصرفهم غريب. حسن الظن عبادة بتحفظ قلبك من الحقد والغل وبتخليك تعيش مرتاح ومتصالح مع نفسك. فخلي دايما في قلبك مساحة تلتمس بيها الأعذار للناس، لأن اللي بيحسن الظن ربنا بيحسن ختام عمله.